بعد ما خلصنا الفرح بتاع مارولا كلت شوكولاتايه. ايوه كلها. وانا جايه النهارده واكله مندي. بصوا بقى حركات. والله العظيم لا انا والله. قلت لها ايه ان احنا النهارده هنواجه الحقيقه. انا واكله مندي يا جماعه، فاهمين؟ استني، هنواجه انا not الحقيقه. ready for this. هنواجه انا مش جاهزه لده. بصوا انا مش جاهزه للي بتعملوا فيا. قبل الهوا ساعه من فضلك مش هتتوزن. ارجوكي. بصوا اللي بتعمله في الناس طلع عليها النهارده. انا حسيت هما بيجي يقولوا لي لا مش هنوزن، لا مش هنوزن. بصوا بقى. بصوا الناس بتبقى متضايقه من التخن لدرجه ايه؟ ان ولا انا ولا هي عايزين نطلع على ده. لا يا جماعه هي خست جدا. هات لنا ده بكرين كده، تعرف تجيبه لنا؟ بعبع. ها؟ ايوه البعبع بتاعنا. انا تخنانه جدا جدا، يعني انا الحمد لله العنب خلاني في حته تانية خالص، وهي خست، ولكن هي كانت رقم. وبعدين صافي مع حفظ الالقاب عظمها تقيل، فهي في ارفع حالاتها هتطلع مثلا 70 كيلو. اوكي، في ارفع حالاتها. لان في ناس عظمهم بيوزن. عشان كده انا طول عمري اقول سيبكم الميزان، مش مهم الميزان، المهم خسينا قد ايه. خسينا 5، خسينا 10، مش مهم بقى احنا 90، احنا 100، احنا 110، لان الجسم المهم ان انا بفهمها وهي الدكتوره. الهم انا لا بقنعها، يعني عارفة. هي عارفه. يعني بصوا هي انا عارفه هم هيجوا لي. بصي هي رفيعه ازاي في ايوه بس هم هيجوا لي. كنت كده؟ لا كنت كده طبعا. طيب. انا نزلت كتير خلاص. هي بقى بس هيحسبوا لي بقى انت كنتي كام بقيتي كام. ماشي، بس هيجوا لي هو العياده. الجسم فيه ميه. مش عايزه حد انا يعرف. ممكن النهارده لو اكل ساندوتش جبنه رومي بالليل، وده حصل فعلا، يبقى فيه 2 كيلو زياده في الميزان. ده بجد 2 كيلو ميه من الجبنه الرومي. لو انا مثلا لعبه جيم او جاريه او مش عارفه ايه بتاع، عضلاتي هتوزن. العظم بتاعي اصلا تقيل، يعني انا ارفع حالاتي ببقى 61 62 لان عظمي تقيل. ففكره احنا هنطلع كام على الميزان دي مش مهمه، هي المهمه الاسبوع الجاي هي بقى عايزه تعمل هنخس قد ايه. هي بقى مش عايزه تقول هي كام. مش هقول لكم على فكره. ايه ده سر. انا هطلع سر بيني وبينها عشان هي الدكتوره بتاعتي. ما تاكليهاش. هي اللي بتخسسني. ما تاكليهاش. مش هاكلها. ما تاكليهاش. انا مش هاكلها. ما تاكليهاش بجد. بس ايه يعني؟ هي هتطلع ماشي عشان تشجعني وانا ما عنديش مشكله. انا طول عمري شايفاها انا عارفه ان انا تخنانه 10 كيلو والله. مش عارفه اقول لها ايه. وزنها الذهبي. هاتوا الوزن، انا يهمني. بصي جاب صباعي المتعور. معلش الوزن اهو. الوزن. انت متاكده انت وانتوا ما عندكوش بريفيو فوق في زي ما احنا متعلمين اهو؟ اتفضل. مش جايب الرقم ده، مش جايب. هو انت ما تعرفش تجيبه؟ انا برضو عايزاه يقف ما يجيبنيش. ما تعرفش تعلى وتجيبه كده؟ ها هو ايه؟ انا بقول لك هاته من فوق كده. استنى تاني. انا بقى ايه، بحب اواجه نفسي. تواجهي نفسك قبل ما اواجه الناس. حاضر. ماشي اوكي انا بواجه ماشي. نفسي ده بس اول طريق للخسيه، ان انا اشوف مشكلتي فين. طب هاتي ده عشان ما يوزنش. اتفضلي. مش مهم. اوف 68.9 يعني 69 كيلو، وانا كنت 60. هناك 9 كيلو من العنب والشوكولاته والمانجا. ايوه والتين. ماشي بجد مش صح. على فكره استاذه ريهام خاسه جدا. صافي هتطلع ما تجيبوش كام. بس كام. والله عارفين هطلعها ليه؟ عشان انا هعرف كام، واقسم بالله لو ما خستش اتحمل هذا القسم اني هقول لكم الاسبوع الجاي خسيت كام كيلو، بس مش هطلع لها الرقم عشان هي لسه من اصحاب القلوب الضعيفه. ما تجيبوش الرقم، انا هقراه يا جماعه. انا هطلع وخلاص، هوقف لكم على الرقم، ما تقريش الرقم. ايه الفايده؟ ماشي انا عرفت كتير جدا والله ما كتير. طب اعرف خمنوا يا جماعه في انا مستغربه جدا ان هي دكتوره وفاهمه ان الرقم ده مش مهم. مش عايز تقول لك ايه عيب. بص هي هيجوا لي العياده بتستسلم لكلام الناس للاسف. يعني تقول لك ايه، هيجوا العياده يقولوا لك انت مش عارفه طلعتي كام كيلو. طب ماليش دعوه، انا ليا دعوه باللي طالع على الشاشه دلوقتي. انت كده رفيعه ولا مش رفيعه؟ هو انا لسه شويه، بس انا خسيت كتير كتير كتير. حلو الحمد لله. هي بقى الرقم ده طلع، هي مش عايزاني اقول.
بس أنا هقول خلاص لكم، هتقولي بس له. انا هقول لكم في الكومنتات. هقول لكم بعد الحلقه. انا كانت كده وبتاع ومش عارف ايه. ماشي. لا 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 كفايه. لا لا هكتب كده ايه ايديا صباع، خلاص. ايديا هم طلعوا. يخمنوا ماشي، تبقى حلوه قوي. قولوا كام طيب؟ قولوا انتوا كام. ماشي. انا طلعت يا اولموست نهار 70 لا وانا كنت 60. هي كام كيلو لا اكتر انا مني؟ اكتر منها، اكتر منها بكتير. والله العظيم ان لو قلنا الرقم ما هيبان الرقم ده وهيبان ان عظمك اللي تقيل. طب بس ما انا مش مش عايزه مشكلة. الناس تعرف، ما خليني كده شايفيني رفيعه في نظرهم. على فكره انا 70 كيلو ومش مليانه، بس 70 كيلو ده في حد تاني ممكن على فكره يبقى مليان جدا. بتفرق من واحد لواحد، حكايه الميزان دي مش مهمه. المهم الاسبوع اللي جاي هنبقى كام. ماشي اوكي. يعني هنمشي احنا الاتنين مع الفريق الطبي ويا ريت انتوا تتكلموا دلوقتي وتمشوا معانا من غير الاسبوع شوكولاتات. الجاي وتقولوا مدياني. استنى ماسكه الشوكولاته وماشيه وبتحرص عليها، هي مش هتدي ياكلها. خدي دي، مش بحبها. مش بحبها. لا استني، لا دي ايه ده؟ بندق وبندق. بصي دي ايه؟ دي بندق. لا زيرو شوجر. ده في حد زيرو بيحبك شوجر. جدا. الله لا مش الله. هديها لك. طيب ماشي. دي هي ملهاش طعم عامه. دي باللوز. مم. مين قالك ملهاش طعم؟ يعني يعني مش دي اللي اغلط عشانها. يعني هناكل شوكولاته بقى. ماشي. ملهاش طعم. هتاكل. مين قال ان الحاجات اللي ما فيهاش سكر ملهاش طعم؟ عشان اصلا انا برضو بحب الشوكولاته كما يقول الكتاب. شوكولاته ايه شوكولاته. ده مكتوب عليها باللوز بس مش لاقي اللوز. كبسه مسكره حلوه. دوقي. تحفه. لا جميله خطيره. زيرو شوجر خطيرة. وتحفه. هي مش اعلان على فكره، ما اعرفش دي ماركتها ايه، بس ما فيهاش بتاع. بس برضو التانية العاديه احلى. طيب انا 70 كيلو ودكتوره صفي. ما حدش يقول. الله. المره الجايه اوعدك والله اما انزل واوزن تاني. انا خلاص الحته دي مبقتش اخاف منها. والله العظيم، والله العظيم هقول لكم خست كام الاسبوع الجاي. والله. وانا هشوف هخس كام الاسبوع الجاي، وانتوا دلوقتي تكلموا الفريق الطبي زي الحالات اللي هتشوفوها بعد ده، تقولوا لنا انتوا خسيتوا كام. النهارده بقينا كلموا الفريق الطبي دلوقتي على العلن. انا ولا هي ولا انتوا، مين هيخس اكتر مع الفريق الطبي. وحذروا في الكومنتات تكتبوا كام. هيكتبوا بقى 120 هتزعلي، وهيكتبوا 150 لا اوكي و200. بس مش هيعرفوا برضه السر. مش هتعرفوا السر، هي اللي عرفته بس عشان هي الدكتوره بتاعتي. خلاص بقى يا دكتور انت خلاص. الاسبوع الجاي بس شوفوا الحالات دي هتقول لكم ايه، واتكلموا دلوقتي حالا ابتدوا معانا التحدي ده. نشوف مع بعض. ايه خسيتي كام كيلو؟ انا كده خسيت من 120 بقيت 77. ياه. والله. يعني كام كده؟ 33 كيلو؟ لا 77. انا دلوقتي حاليا بقيت 77. انا الاول كنت 120. يعني 43 كيلو؟ والله. ايه؟ وحياة ربنا. ازاي؟ ده المفروض ده يقول لك عملتي عمليه ولا حاجه؟ لا مفيش عمليه. متاكده ما عملتيش عمليه؟ لا والله. هوريكي بطني كمان. مفيش حاجه. هشوف بطنك. شوفيها عادي. بس انا عامله بتاع عادي في السر هنا عادي. 43 كيلو؟ والله. في قد ايه بقى؟ يعني اقول لك في 8 شهور مثلا، عشان كانت حالتي الصحيه كنت نايمه في السرير خالص. يعني كنت نايمه ليه بقى؟ من سبب ظهري، مشاكل في ظهري وكده. يعني عندي مشاكل في ظهري جامده، يعني الدكاتره مقررين ان اعمل عمليه وكده. فالدكتور هشام يعني ايه قال ان ننزلوا الاول بعدين نشوفوا بقى. حتى الدكاتره برضو بتاعت المخ والاعصاب قال لازم تنزلي الاول عشان لما تعملي العمليه يبقى الفتح سهل يعني. تقوم تقف على يعني انت كنت 120 كيلو نايمه على ظهرك عشان عندك في الفقرات انا مشكله. لما كنت يعني بخش الحمام بالعافيه، ماشي على العصايه بقى وممسك في الحيطان، كانت الدنيا متبهدله معايا. يعني انت عايزه تقولي ان الفريق الطبي ده خسسك 43 كيلو وانت نايمه في السرير؟ لا انا قعدت 4 شهور نايمه خالص، ما بتحركش خالص. قعدتي 4 شهور تخسي معاهم وانت نايمه في السرير؟ في السرير. قال لي هنزلك وانت نايمه في السرير. فعلا والله كنت بنزل جامد جدا. الفريق الطبي المعجزه بقى. لا ده الدكتور هشام اللي بصراحه الله يبارك له بصراحه. والله بصراحه انسان محترم جدا. تقولي اي كلام ولا بجد؟ والله العظيم واقسم بالله وحياه عيالي وحياه ربنا الدكتور هشام ده
الله يبارك له. خسسوكي 43 كيلو في 8 شهور. والله العظيم. يعني الدكتور هشام ده الله يبارك له بصراحه، يعني الواحد بيعتبره اخ مش دكتور ولا حاجه. انسان محترم جدا. 77 من 120 ده انت يعني نزلتي بني ادم. ايوه طبعا. فاهمه؟ ما كنتش كده خالص. ما هتشوف حضرتك الصور بتاعتي يعني 43 كيلو ده ولد عنده 10 سنين. والله العظيم الحمد لله. ده انا بجد دلوقتي بجري، يعني هو المشكله عندي دلوقتي في القعده. وعملتي عمليات في ظهرك ولا ظهرك بقى كويس؟ لا لسه ما عملتش حاجه. يعني قادره تتحركي وتمشي أيوة كده وانت ما عملتيش عمليات اصلا؟ ايوه والله، يعني اتحرك عادي وامشي عادي، انما القعاد بالنسبه للقعاد بقى كده 5 دقايق ابص الاقي يعني فصلت خلاص. يعني بتعب جامد جدا. يعني انت اتحركتي من غير ما تعملي العمليه؟ والله العظيم اقسم بالله لسه ما عملت حاجه، لسه يعني مستنيين نعمله العمليه بس الدنيا. طب وبتمشي كويس بطلاقه يعني؟ بمشي كويس جدا، واقف كويس جدا. الناس تعرفي بس ان التخن ده نقمه. والله العظيم هين عليا وسع. يعني هي عندها مشاكل في الفقرات ومحتاجه حقن اسمنتيه اللي هي بتخش عشان تثبت الفقرات، تبقى زي الجبس كده. هي بقى خست وبقت 77 كيلو وما عملتش العمليه وبتتحرك كويس جدا، يعني ده معناه ان التخن اللي كان منعك. لا انا عندي الفقره الرابعه والخامسه كمان ديت عايزه منفصله عن بعضها، عايزه شرايح ومسامير اصلا. يعني عمليتين في ظهري مش عمليه واحده. غير الرحم لسه برضه عايز يتشال وشغلانه في متاهات كده، متاهات حلوه جميله الحمد لله. عايزه اقول لك ان لولا التخن ما كانش فقراتك دي تعبت بجد والله. يعني هو احنا بنيجي في وقت الوزن ده بيحمل على المفاصل وبيحمل على الفقرات. الدكتور هشام قال لي 30 كيلو نزلوا مثلا، كنت لسه يعني ما خلصتش وكده. قال لي 30 كيلو نزلوا دولت بيحملوا على الظهر 80 كيلو وعلى الركب 60 كيلو. طب شفتي؟ والله الله يبارك له. ده احنا عندنا كده الهيكل العظمي اللي بيجي كده ما بتشوفوه. الهيكل العظمي ده بصوا رفيع ازاي، يعني ما بتشوفي يقولك ده عامل زي الهيكل العظمي. ما هو الهيكل العظمي ده جسمك اصلا. فجسمك الهيكل العظمي ده تخيل بقى ان انت بتلففه بتحمل على الهيكل ده 120 كيلو من الشحم. والله العظيم كانت بهدله. يستحمل ازاي؟ لازم هيتكسر وهيتفصل وهيلتهب لازم. الحمد لله. يعني انا دلوقتي بقيت احسن كتير، بس هي يعني الدكاتره قرروا ان هي عمليه في الاخر برضه. يعني مهما تخس برضه هي عمليه. لان بس انا مستغربه حكايه انك كنت نايمه في السرير. والله اقسم بالله. طب ايه كنت كانوا بتكلميهم يتابعوا معاكي ولا بيجوا لك؟ لا انا كنت باخد عربيه بنام على يعني باخد تاكسي بنام على الكنبه اللي ورا، اروح للدكتور هشام وارجع تاني فيه. والله. وخسيتي اول كيلو كام اول اسبوع كام كيلو؟ يعني اول اسبوع نزلت 5 كيلو ونص. انت راقده؟ وانا راقده خالص، ما كنتش بتحرك. الدكتور هشام قال لي هخسسك وانت نايمه في السرير. انبسطتي يعني 5 كيلو ونص؟ يعني انا بجد بس كل ما كيلو ينزل كل ما بصي احس ان انا بني ادمه ثانيه. طب اللحظه اللي قررتي انك تكلميهم فيها كانت ايه بقى وانت راقده في السرير كده؟ اللحظه انا خدت الاول يعني خدت كلمتهم الاول كده. شفتيهم يعني في التلفزيون؟ وبعد ما شفتيهم في التلفزيون كلمتيهم؟ كلمناهم بقى، اتصلنا بالدكتور بالمركز نفسه الدولي وكده. ورحتي نايمه رحت بس بص والله بطله يعني ما بتتحركش ونامت على الكنبه في تاكسي وقررت انها تروح تشتري حياتها. والله. والدكتور هشام عمل معانا واجب ما اقولكيش. اقول لك لو عالجني من غير ما ياخد فلوس خالص نهائي خالص والله. بس مش هنقول كده عشان ما فيش مصر كلها تروح له. لا بجد والله راجل خير جدا ومحترم فعلا يعني. طيب انت 77 كده خلاص ولا ايه؟ لا هو خلاص بس انا دلوقتي باخد زي حاجات زي هرمونات وحاجات للرحم وكده. فنفشاكي نفشان شويه. 77 ده مش كتير. انت طولك كام؟ 150. المفروض تبقي اقل من 77. ما هو قال لي بس اخلص يعني العلاج بتاعك، لان الدكتور بتاع الرحم مديني فتره يعني 3 شهور شوف الرحم هي يعني الورم اللي فيها هيزدبت ازاي وكده. قال لي لو ما فيش حاجه بعد 3 شهور يعني لقينا الورم زي ما هو او زاد هنشيله وكده. فالدكتور هشام قال لي خدي راحتك خالص، ولو زدت 2-3 كيلو انا هنزلهم لك عادي. لكن انت 77 ده مش عايز تنزلي عنده شويه؟ لا هو انا نفسي انزل والله ب 70 بس او 65 المفروض عشان 150 ده يعني. لا انا نفسي، بس هو بيقول لي شكلك اتبهدل. قلت له انا مش عايزه شكل، انا عايزه بس ان انا امشي على رجلي واخدم عيالي. انا بس مش شايفه ان شكلك اتبهدل خالص. لا هو كان شكلي اتبهدل، هو تحس ان هو نفش شويه الحمد لله. هو قال لي ما تقلقيش يعني ما انا معاكي لحد ما خلاص تقولي خلاص خلصت. هو الانجاز الاكبر انك اتحركتي. لا الحمد لله لله والله كتير. ده انا بقول لك يعني كان الجيران كانوا بيخدموني مثلا يجيبوا لي حاجتي من تحت ولا تطلع تشتغل لي في الشقه ولا تطلع تعمل لي. دلوقتي بقول لهم ان التخن ده اوحش حاجه فيه الحوجه.
الحمد لله ان هو بيخليك تتحوج للناس. يعني لما يبقى عيلك مثلا طالب منك حاجه تعملها له وانت مش قادره تقف تعملها له مثلا. يعني جه في يوم كده ابني قال لي هحط لك كرسي في المطبخ واقعدي اعملي الحاجه وانا هوري، يعني قولي لي اعملي وانا هعمل معاكي يعني كده. بقيت مش قادره والله، يعني 5 دقايق وخلاص فصلت اروح اجري على السرير بقى يسندوني لحد ما اخش على السرير وكده. والله يعني انا بس انا مبسوطه، انا بقول الحقيقه يعني انت والله. كنت في ظروف وحشه قوي الحمد لله ونايمه على ظهرك الحمد لله وقررتي برضو ان انت ايوه الحمد لله طبعا. انا بشكرك، والمره الجايه عايزه اشوفك اخس ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. وانا سعيده ان انا شفت حضرتك والله. قولي حضرتك خسيت قد ايه؟ انا حضرتك خسيت 22 كيلو في قد ايه؟ يعني 2-3 شهور. برافو عليك، يعني ده قليل قوي. الحمد لله. يعني لما رحت الفريق الطبي ده كنت متاكد، يعني كنت فاهم انك هتخس الكيلوهات دي في الوقت القليل ده؟ لا هم صراحه الناس يعني كلامهم كان معايا صادق فعلا يعني. انا جربت يعني، لكن انا ما كنتش حابب ان انا انزل في شهر مثلا 25-30 كيلو. لا ما بحبش خطر طبعا. خطر. طبعا. فلما كلمتهم قالوا هو في الشهرين بتنزل مثلا من 8-12 كيلو. لكن الحمد لله بالفعل نزلت. وفعلا اللي وعدت بيه بالظبط والله قسما بالله بالفعل. على اليوم الشهرين بالظبط كان 12 كيلو فعلا. بس انت مش محتاج تخس خلاص. لكن خلاص انا هثبت كده خلاص الحمد لله كده تمام. لكن الحمد لله الكلام كان يعني انت كنت عايز 20 كيلو بس؟ انا كنت 107 فقلت اثبت على 85. فهي جت معايا كده قلت كده كويس الحمد لله. طب قولي اليوم اللي رحت فيه تكلم الفريق الطبي ده عشان تروح له، اشمعنى القرار جه في اليوم ده؟ لا انا شفت كتير. فانا اساسا عندي مشكله في ظهري، عندي عمليه غضروف في ظهري. فكل الدكاتره بيقولوا لي لازم هنا الوزن لازم يخف. فانا بشتري نفسي، انا بحافظ على نفسي طبعا، كان بيفرق معايا جدا. ما هو انت بقالك مليان بقالك شويه. اشمعنى بقى ايه اللي حركك ساعتها؟ بدات اتعب. تعبت؟ انا ساكن في الدور الثالث، شقتي في الدور الثالث. بتعب الماشي بتعب، بصلي يعني لو انا قاعد على الكرسي ركبتي بتعبني. ايوه فحسيت بتعب. طب انا نفسي بتعبني. احنا كده ما بنستناش غير لما بنقع. برافو عليك. فروح يا صح. يعني انا بقعد اعمل توعيه ان يا جماعه ما تستنوش، يا جماعه تفضلوا تتخانوا، يا جماعه ما تستنوش لما يجي التهاب مفاصل، ما تستنوش لما يجي سكر، ما تستنوش لما يجي ضغط، كوليسترول، كلها مصايب. يعني حضرتك انا عامل عمليه الغضروف من 8 سنين. يقول لك انا باكل كل حاجه وزي الفل. ما انت مش هتبقى زي الفل. من قبل ما اعمل عمليه الدكتور قال لي قبل ما اعمل عمليه لازم وزنك ينزل من 8 سنين. وانا كنت يعني ساكت، لكن لقيت نفسي خلاص قلت لا هحافظ على نفسي. قعدت 8 سنين ساكت. والله لقيت نفسي باذي نفسي فعلا. شوفوا يا جماعه والله الحوار ده فعلا لازم نتعلم منه، ان ما نستناش لغايه الاخر او لغايه ما نتعب او لغايه ما الحاجه تبوظ عشان نحس ان احنا بنعمل حاجه غلط. خلاص اتفقنا كلنا ان الوزن الزايد ده وحش للصحه، فما نسمحش بيه. حتى النوم بتاعي برضه كان بيتعبني. كنتش بعرف انام، كنت بنام على جنب واحد، وكان بحس ان عندي ارتجاع مرئي ونفسي بيتعبني، ما بعرفش انام، مش مرتاح في النوم. انما الوقت الحمد لله سبحان الله انا عشان اكيد كان كله في بطنك صح؟ كان كله المنطقه دي. انا كان حلم حياتي الرجاله بيبقى عندها الكرش ده. نعم الرجاله دايما بيبقى عندها البطن دي اكتر حته ممتلئه يعني. كان فمأثره على ظهرك ومأثره على نفسك جدا جدا. بقول لحضرتك من 2016 والدكتور بيقول لي قبل العمليه لازم تخس. انا عملت العمليه طبعا وفرحت، بس كان عندي كل كام شهر اتعب بظهري تاني، امشي على عكاز، انام في البيت اسبوع 8 ايام 10 ايام بنفس المشكله. اروح الدكتور يقول لي لازم تنزل لازم تخس. طب ولما خسيت بقى بجد؟ لا والله بجد. لا حسيت ان ظهرك خس يعني خف؟ لا انا في الشتاء كان بيجي لي التعب، في الصيف كان بيجي لي التعب. الحمد لله دلوقتي بمشي كويس، نشاط زياد برضه، يعني عندي حيويه. بس محتاج تعمل عمليه برضه؟ لا الحمد لله كده، لان هو لو عملتها تاني عايزه تثبيت مسمينه شرايح، يبقى فيها مشكله. كان السن بيفرق برضه. طبعا. وتخدير بقى قلت لا ما انا حافظ على نفسي، انا اشتري نفسي. اشتري عمرك صح. يعني الواحد وهو يعني واقف على رجليه احسن بكتير قوي من ما هو يبقى مليان وبياكل وصحته ضايعه يعني. انا حضرتك لما كنت بتعب كان بيبقى صعب ان اتحرك وانا تعبان اصلا، وعشان حد يحركني لا بيبقى صعب. انا لسه بقول لهم يا جماعه انتوا عارفين موضوع السمنه ده بيخلي الواحد يتحوج. لانك حتى لما تكبر او تكبر في الوزن هتبقى مش قادر تقوم تجيب ده، ومش قادر تحط ده، ومش قادر تنزل السلم، ومش قادر تطلع، وعايز حد يطلعك وعايز حد ينزلك. وانا شفت حالات برضو عندها سمنه مفرطه تعبانين في الدور الثالث. طب هنشيلها ازاي؟ لا عارفين نحطها على كرسي ولا عارفين نرفعها بين ايدينا، مش عارفين نعمل حاجه. طب انا هستلم بابا كده؟ لا انا اشتري نفسي. صح.
انا مبسوطه منك انك انت كبير يعني حاجه 50 مثلا، في بدايه الخمسينات. لا مش قصدي كبير حاجه وحشه، ما انا لا الحمد لله. انا برضه لا الحمد لله. لكن انك تاخد القرار في الوقت ده برافو عليك. ما هي فرصه. ابتدى الناس تبص على ان السمنه ده مش شكل بس، دي حاجه لطيفه جدا، الناس اتغيرت عند الناس. لا ما هو في سن معين الواحد لازم يحافظ على نفسه فيه، يلحق نفسه فيه. ده سن خطر، اجراس خطر، ان مع العمر، تقدم العمر، العظم بيتعب، الجسم بيتعب، النفس بيتعب، كله بيتعب. فحافظ على نفسك. طب قولي بقى الفريق الطبي ده اي كلام ولا شاطر؟ لا والله صراحه ما بيأثرش معايا الصراحه، ما في حاجه بطلبها حتى لو كتبتها على الواتس. ما تقولش اوعى يكونوا جايين. لا والله انا بقول والله. لا انا بقول والله. ما في مره طلبت حاجه واثروا فيها الصراحه. لو اتصلت تليفونيا وما حدش رد عليا بيرد عليا واتس، لو بعتها واتس بيرد عليا تليفونيا، لو قلت لهم عندي مشكله فورا والله قسما بالله مش مجامله والله. وما تعبتش خالص، ما فيش اي حاجه، كل الحكايه ان قلت بس طاقتك صح؟ هو انا كنت الشهيه عندي ما كانتش مفرطه. كنت باكل عادي، بس انا عن نفسي انا في رمضان كنت بزيد سبحان الله، كنت على الصيام بزيد. ولا ايه؟ لا مش حلويات. سبحان الله. في ناس كده ممكن اكل بس خفيف. انا احيانا باكل اهو. انا الصبح النهارده فطرت الساعه 10 الصبح، لسه واكل من شويه واحده بتيه بس. مش جعان؟ لا مش جعان، وما عنديش ارهاق الحمد لله. لكن كده الحمد لله انا كده مبسوط. احلى حاجه انك مبسوط. انا كده ممكن اروح اصوف كده ماشي. انا بشكرك وربنا يوفقك، ومبسوطه انك وصلت الوزن اللي انت عايزه. الحمد لله الحمد لله تمام. وبشكر برضو الفريق الطبي ان هو بيساعد الناس. وانا بشكرهم والله فعلا، انا فعلا بشكرهم. في شهرين 3 تتخلص من مشكلتك. يعني بص الراجل مش عارف يتحرك وظهره وجعه و8 سنين وقصه او مشكله 8 سنين انتهت في شهرين، ده حاجه كويسه. وكمان اللبس انا كنت عايز ابقى البس ابقى كده مستقيم. ما انت جاي ولابس الوان اهو شيك جدا وبتاع. انا كنت ما فيش كده، ما كان حلم حياتي ان اعمل كده اربط كوتش، ما ينفعش. ما ينفعش. لا فيها اوصل فين، ما فيش. صعبه شويه الحاجات دي، ما فيش. لا طبعا الحمد لله بدايه حياه جديده الحمد لله بصحه والحمد لله. الحمد لله. بشكرك. شكرا لحضرتك. قولي لي بقى، اولا احنا بقينا حركات خالص وبنلبس علامات خالص. انا فاكراكي. ايوه بس انت قليتي كتير. كتير. يعني انت كنتي المره اللي فاتت جيتي كام وبقيتي كام؟ انا كنت الاول كنت 80. وجيتي لي المره اللي فاتت كام؟ جيت لك المره اللي فاتت 80. لا يعني كنت خاسه كام قصدي؟ الاول خالص انا كنت خاسه 40 كيلو. لا طب اسمعيني بس، انت جيتي مره قبل كده البرنامج ده صح؟ كنتي كام؟ ولما جيتي البرنامج اول مره بقيتي كام؟ كنتي خاسه كام؟ كنت الاول خالص كنت 120. حلو. بعد كده بقيت 80. يعني كنت جايه خاسه 40 كيلو. ودلوقتي بقى خاسه كام؟ ودلوقتي بقى بعد ال 80 دلوقتي بقيت 70. خسيتي 10 كمان. خاسه 50 كيلو. شفتي؟ انا نفسي احكي لك بقى على القصه. احكي لي. بصي انا مشكلتي الوحيده في الاكل بالليل. انا عندي شراهه غير طبيعيه في الاكل بالليل والسكريات والحلويات. بجد كانت مشكله عندي وازمه وما كنتش عارفه احلها ازاي. وطبعا قاعده بقى طول الليل بقى قاعده بقى يعني بذاكر وكنت في جامعه وكانت عندي مشكله. واكيد رمرمه بقى شيبسيهات على حاجه ساقعه. وطول النهار بقى مثلا بره وطول الليل قاعده باكل يعني بره بقى باكل الحاجات اللي هي العاديه. وطول الليل بقى قاعده باكل بقى. قاعده بقى ماما بقى ايه طبعا يعني شافتني كده وهي برضك خست. بس 120 كيلو. انت عندك كام سنه؟ عندي 23. 120 كيلو. الواحده عندها 22 سنه، دي كارثه. لا انا ما كنتش قادره استحمل اكتر من كده. يعني. كنت محطمه وما كنتش قادره استحمل اكتر من كده ان انا افضل كده، وماما كانت ورايا لغايه لما خست. خصوصا السن بتاعكوا ده دلوقتي واخد باله من نفسه قوي. ما انا خدت بالي بقى من نفسي. ما انا بقى ماما يعني هتلاقي كل اصحابك اكيد كانوا بيلبسوا وبيعملوا. وماما بقى لفتت نظري بقى ان انت لا لازم تخسي، ما ينفعش وانت بتاكلي بشراهه صعبه. وكنت ممكن اخش مثلا بالليل اي حاجه في الثلاجه ممكن اكلها. ممكن اجيب الثلاجه كلها واكلها عادي. حلويات، جاتوهات. كمان والدي كان موجود وكان بقى بيجيب لنا بقى حاجات وحلويات. انا بخلص كل حاجه. واخواتي بقى اللي هو ايه يعني ماما بقى كانت تلفت نظري ان اخواتك عايزين ياكلوا حاجه من اللي بابا بيجيبها مثلا.
انا لا ما بيلحقوش ما بيلحقوش انا لا مش أنا لا. مكسوفه تقول لا انا لا بابا بيقول لي ولا اخواتك نفسهم ياكلوا حاجه. انا لا، انا خلاص، انا يا جماعه خلاص، انا كان عندي انت عارفه ان وانا موضوع صغيره صعب. برضو قد كده من كتر ما كنت بحب الاكل كنت ساعات اجيب اكل اخبيه والله. يعني كان في ده واحنا صغيرين كنت اجيب منه ساندوتش الهمبرجر واخبيه عشان ما حدش ياكله مني او ما. لا انا ممكن بقى كنت وانا جايه وانا جايه مثلا من الجامعه اخبي الحاجات الحلويات اللي انا جايباها في الشنطه بتاعتي واكلها بالليل وانا قاعده لوحدي، ما حدش مامتي ليا كانت تسالني ساندوتش الهمبرجر بكام، ما كنتش اقول لها الحقيقه وتقولي واحد بس، اروح رايحه جايبه 4. متخيله؟ لا انا كنت بخبي بقى الحلويات وانا جايه واقعد اكلها بالليل. بس طبعا لما اتصلت بالفريق الطبي القرار جه منين بقى؟ ماما اللي زقتك ولا انت؟ لا انا بقى طبعا انا شايفه طبعا اصحابي وكده، وماما برضك عماله لا انت لازم تخسي، انت داخله على جواز، انت ده صحيح. تخيلي لو كنت اتجوزتي وحملتي على 120 كيلو لا دول. كان الموضوع هيبقى صعب جدا. فيا ماما لازم تخسي، لازم ما ينفعش. فطبعا انا مش كنتش بسمع الكلام دوت لفتره معينه لغايه بقى لما لقيت صحابي بقى وبيقولوا لي لا خلاص لازم وزنك ينزل شويه وما ينفعش انت تعملي. طب والله لذيذ. بس قلت لهم لا خلاص، وبقى اتصلت بالفريق الطبي زي ما ماما بقى فضلت تشجعني وكده واخواتي وكده برضه. ومامتك مشيت معاكي برضه صح ولا لا فضلت بقى مستمره بقى معايا. بس وقالوا لي لا. لقيتي نفسك من امتى خلاص موضوع الشره والاكل بالليل ده وقف؟ يعني وقفوهولك بعد قد ايه مثلا؟ من الفريق الطبي وقف بعد اول اسبوع. اول اسبوع بعد ما خدت لا الدنيا اتظبطت معايا. حسيت ان انا كمان يعني بقيت باكل بس بسيط. انا حسيت نفسي هما ما منعونيش، بس انا لكن كنت بتاكلي كل حاجه؟ كنت باكل كل حاجه، بس انا لكن مش ماشيه على فراخ مشويه وسلطه؟ لا مش ماشيه على اي انظمه. بس انا قليت واحده واحده. ما طبعا هم ما قالوليش اي حاجه. حبك للاكل نزل شويه ولا لسه؟ حبي للاكل زي ما هو، بس انا ما بقيتش خلاص لو اتحطت قدامي تورتايه هاكل حته صغيره منها. خلاص خايفه بقى، خايفه انك ترجعي. غير كده خلاص حاسه ان انا لا انا عايزه بس حاجه صغيره من نفسي، مش نفسي بتروح. 120 كيلو بقيتي كام دلوقتي؟ بقيت دلوقتي 70. يعني 50 كيلو؟ 3 شهور. مش هيصدقونا. لا والله ما هيصدقونا. 50 كيلو ده انت عارفه بني ادم. خسيتي بني ادم. لا الموضوع كان معايا صعب. انا لدرجه ان انا ما كنتش بقدر اتحرك. يعني مثلا ماما انا طول النهار مثلا قاعده او كنت في الجامعه او كده، قومي اعملي معايا حاجه في البيت. ماما انا مش قادره اعمل حاجه، مش قادره حقيقي. يعني قومي اعملي وتزعق لي، وفعلا انا مش قادره انزل، مش قادره اطلع. الحركات بتاعتي بقت بطيئه. طب ودلوقتي؟ لا دلوقتي لا. انا بقوم اهدم على البيت كله طبعا. لا الموضوع فرق معايا كتير. وهي كمان بقى طب خلاص يلا ننزل مثلا نروح في حته، يلا ننزل نجيب حاجات، ماشي انزل معايا كده. انما الاول انا قاعده في البيت. انا عايزاكي بس تقومي تقفي عشان انا عايزه احط الصوره جنبك. هما مش متخيلين انت بقيتي ايه وبقيتي ايه. يعني انا مش مصدقه، لان هي حتى المره اللي فاتت تخيلي ان ال 10 كيلو دول فرقوا معاكي جدا. يعني كتير. قليتي بقيتي اكنس كتير. ايوه كتير عن الاول. انا فرحانه بنفسي جدا، واهلي فرحانين بيا جدا كمان. لازم تبقي فخوره بنفسك جدا بجد. بالظبط. وفكره برضو انك لحقتي نفسك قبل الجواز دي حاجه مهمه جدا. قولي لي بقى خطتك ايه عشان ما ترجعيش مليانه تاني؟ يعني انت ثبتي ولا لسه؟ لا انا بثبت دلوقتي. دلوقتي يعني خلاص انت مبسوطه بالوزن ده؟ ما كنتيش عايزه تبقي رفيعه قوي؟ لا ما كنتش عايزه ابقى رفيعه قوي، بس بقى انا قلت انا فاكره من المره اللي فاتت انك قلتي لا انا مش عايزه ابقى رفيعه. مش عايزه ابقى رفيعه قوي. انا عايزه يعني جسمي يبقى معقول، عشان لما اجي انا خلاص قدامي بتاع 7 شهور او اقل كمان واخش يعني اتجوز. بس انا يعني يعني معلش انت كنتي مخطوبه وانت 120 كيلو؟ هو كان انا عايزه اقول لك هو كان هو كان الاول قابلني على كده، بس بعد كده بقى هو طبعا شغال في منطقه سياحيه. فبعد كده بقى يقول لي طب بلاش، طب انزلي. كان يشجع فيا، بس انا اقول له لا انت خلاص خدتني على كده، انا مش عايزه. طب بلاش يعني كان بيقول لك خسي قصدك؟ كان يقول لي مثلا طب حاولي تنزلي شويه، طب حاولي تقللي من الاكل شويه. كان يجيب لي حاجات. بتزعلي صح؟ كنت بزعل ان انا يعني هو انت ليه بتعلق عليا؟
بس طبعا يعني يرجع يقول لي لا ما تزعليش انا مش قصدي، بس انا عايزه احمسك في ان انت رجليكي ما توجعكيش، ان انت تنزلي اكتر. هو رفيع ولا مليان؟ لا جسمه حلو يعني، ولا رفيع قوي ولا مليان قوي يعني، هو بس بينزل جيم وكده. ف يعني هو بينزل جيم وكده وانت كنت 120 كيلو تمام؟ بس هو بقى كان ثقة والله. قلت لك بس هو يعني هو حبني في الاول قصة حب هو حبني الاول عشان شخصيتي وكده، فطبعا اختلف كتير قوي يعني. طب لما احكي لي بقى، دي حاجة مهمة جدا، احكي لي بقى لما ابتديتي تخسي قالك ايه؟ اول يعني مرة اول 10 كيلو اول اسبوع كده ايه القمر ده، لا فضل يحمس فيا بقى. يعني لا فرق من اول لا اسبوع، فرق كبير، لا فضل يحمس فيا، لا انت كده احلى، يلا يعني زودي واعمل لك اشتراك معايا وننزل الجيم مع بعضينا. طب تعالي نتمشى شويه، نعمل رياضه بتاع اليوم الاجازه، هو بياخد 3 ايام اجازه، تعالي في ال3 ايام ننزل مع بعضينا نتمشى وكده، والدنيا تبقى معاكي مظبوطه. اقول له طب خلاص ماشي. بدأنا بقى واحده واحده، انا ما كنتش بخرج كتير لاني ما كنتش بقدر، وهو كان بيحب المشي فانا ما كنتش بقدر امشي، بقول له لا خلاص ركبني، لا طب خلاص يلا بس تعالي نمشي، ما كنتش بخرج كتير. فدلوقتي بقى ممكن نخرج يعني عادي، ماشيين كتير براحتك. مأساة واحد خاطب واحده عندها 23 سنه بتقول لا مش قادره امشي. اللي هو ده بيحبك قوي يعني. لو بتقول له مش قادره امشي من اول من الخطوبه. فلا فرق كتير. وهو لا قولي بقى انت واحده تانية خالص دلوقتي، هو حاسس خاطب واحده تانية يعني. لا اللي هو بقى ايه، انا طبعا هو طبعا في الاول في الاخر بيعترف ان هو بيحبني على كل حالاتي. ما هو ده واضح. انا بحبك على كل حالاتك، بس انت كده طبعا يعني جميله وانزلي اكتر، والسمنه مش حلوه علشانك، وانت لسه صغيره ومش هينفع. طب لما عملتي بقى يعني التغيير الفظيع ده 50 كيلو ايه دلوقتي هو رأيه ايه؟ لا هو رأيه انت عارف انك عملتي انجاز يعني صح؟ لا انت عملتي انجاز، انت برافو عليكي، انت بجد. لا واكيد لبسك اتغير، لبسي اتغير كتير. انا كنت الاول اصلا بلبس واسع طويل كده، لغايه بقى لما بقيت واحده واحده لا ما بيغيرش. طيب دلوقتي بقى كل ما يشوفني يقول لي هو انت غيرتي نظام لبسك ليه؟ لا كده كتير. اقول له لا والله يعني هو يعني ممكن يغير شويه، بس بيرجع يقول لي لا بس والله بحييه ده اللي هو مش فارق يعني، عايز صحتك وكل حاجه، بس يعني ما كانش فارق معاه خالص. لا هو ما كانش فارق، بس طبعا بدأ بقى يحمسني تاني وقال لي انت كده كده قبل الجواز برضو من الحاجات اللي هتشتريها وتعمليها هتنزلي اكتر وكده. يعني دلوقتي مش عايزك تنزلي اكتر؟ قال لي انت كده تمام. طيب بس انت عارفه انك لازم تنزلي شويه اقل عشان الحمل والحاجات دي. قال لي انت كده ما هو قال لي كده انت هتنزلي في اخر الشهر ده، اخر شهرين دول هتفرشي بقى وكده، فانا سايبك بس ايه ما تحاوليش ان انت يعني تتخني تاني قبل كده علشان ما يأثرش عليكي وكده. قلت له لا. طب يعني مبروك اولا يعني انا فرحانه جدا، وانا عايزه اقول لك والله انا مش عارفه اقول ايه ولا اعمل ايه، وانا حاسه ان انا حياتي كلها اتغيرت اصلا. انا مش متخيله ان انت لما كنتيش كلمتيهم وكنت اتجوزتي وانت 120 كيلو. ما كنتش شايفه ان انا ممكن كان ايه اللي هيحصل لي. كان هيبقى عندك صور فرح مش حلوه اولا بالظبط. ثانيا كنت هتتعبي جدا جدا في الحمل ده، لو حملتي على الوزن ده اصلا. انت عارفه السمنه من الحاجات اللي ما بتخليش واحد يحمل اصلا. ايوه فعلا دي يا جماعه والله السمنه دي نقمه غير طبيعيه وحاجه وحشه والله جدا، بس انا بجد فرحانه. انا عايزه اقول لك مامته بتشوفني انت اتغيرتي، ايه ده انت مين؟ ايوه طبعا. الشكل كمان والجسم وكده، فلا اكيد نفسيتك برضه. نفسيتي بقت حلوه. انا مشكلتي بس كانت الوحيده في الاكل بتاع بالليل ده. دلوقتي بتعملي فيها ايه بقى؟ دلوقتي بقى لا ممكن اعمل كوبايه نسكافيه بس مش بجوع، اعمل كوبايه نسكافيه بس عادي كده خلاص مفيش بقى حكايه الاكل بالليل. لو قدامي ايه يعني حتى الفريق الطبي لو عندك عاده سيئه بيبطلوها. حتى لو قدامي ايه ما فيش،
مش عايزه، لا خلاص انا مكتفيه بس بحاجه معينه اللي هي وجبه صغيره. يعني الناس دي وبس. يكلموهم دلوقتي فعلا ولا؟ لا بسرعه جدا طبعا. ده بسرعه بيقول جدا. لك كلام اعلانات وكلام لا تلفزيون. حقيقي لا، حقيقي لا. انا 50 كيلو يا جماعة. كتير. 50 كيلو. وتغيري حياتك كمان، حياتي اتغيرت ونفسيتي اتغيرت، كل حاجه. على مدة 10 قلتي 10 شهور؟ لا 3 شهور كنت مكلمه لا بس انت جيتي المره اللي فاتت من قبل كده. من قبل كده، وبعد كده قعدت شويه ما تخنتش. اوكي. بعد كده لما كلمت الفريق الطبي. يعني 3 شهور وكام؟ 3 شهور وقفتي قد ايه وكملتي بعد كده؟ 3 شهور وقفت بتاع 5 شهور تاني، وبعد كده بدأت كملتي. كملت. كملتي قد ايه وقت؟ كملت شهر واحد. يعني 4 شهور كله. طب ال5 شهور اللي وقفتيهم تخنتي بقى؟ لا ما تخنتش. لا ما تخنتش خالص. حتى جه عليا رمضان ولا برضو ما تخنتيش. لا هو بس الفكره في كانت الحاجه المعينه اللي كنت بعملها ديت وقفت فخلاص. لا يعني انا جسمي مظبوط وما تخنتش. لا هاي انا بشكرك جدا.